قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب بداية الحيارى ماذا قال؟ أفرد بابا كاملا، قال: النصارى آمنوا بمسيح لا وجود له، لا وجود له، لا وجود له، آمنوا بمسيح لا وجود له، واليهود ينتظرون المسيح الدجال. ما معنى هذا الكلام؟ قال في هذا الكلام، قال: من تأمل حال الرسولين الكريمين ودعوتهما وجدهما متوافقين متطابقين حذو القذة بالقذة، وإنه لا يمكن التصديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر، لا يمكن التصديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر البتة، وإن المكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد تكذيبا للمسيح الذي هو المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله، وإن آمن بمسيح لا حقيقة له ولا وجود، وإن آمن بمسيح لا حقيقة له ولا وجود، وهو أبطل الباطل، وهو أبطل الباطل. قال: فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق، بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدى ودين الحق، الذي هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. والنصارى إنما تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه، والنصارى إنما تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه. انظروا إلى هذا الكلام يا إخوان. والنصارى إنما تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمه وأنه ثالث ثلاثة وأنه الله وأنه ابن الله، وهذا هو أخو المسيح الكذاب لو كان له وجود، وهذا هو أخو المسيح الكذاب لو كان له وجود، لو كان له وجود، لو كان له وجود. فإن المسيح الكذاب يزعم أنه الله، فإن المسيح الكذاب يزعم أنه الله، والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح. في مثل هذا اليوم قبل أكثر من 2000 عام تحققت النبوءة التي أوعز بها الوحي إلى الشيخ يوسف النجار حين قال له: قم وخذ الصبي وأمه إلى أرض مصر. فجاءت تلك العائلة المقدسة السيدة البتول العذراء أطهر نساء الأرض وابنها المسيح الطفل عليهما السلام اللذان لم يدخسهما الشيطان أبدا. وهذا قول إسلامي بالمناسبة، أنهما البشريان الوحيدان اللذان لم يدخسهما الشيطان. كل الأنبياء أخطأوا خطيئة أو أخرى إلى السيد المسيح الذي لم يرتكب أي خطيئة على الإطلاق. وهذه شهادة إسلامية بالمناسبة وليست مسيحية.
حديث شريف ارجع إليه وزود معلوماتك. سيدنا موسى قتل سيدنا إبراهيم كذبة، كل الأنبياء لهم خطايا، وهذا قول إسلامي. ارجع وزود معلوماتك. طيب يعني ارجع وزود معلوماتك قبل أن تجادل. العصمة شيء وأن الأنبياء أخطأوا بأمر الله شيء آخر. إلا السيد المسيح عليه السلام لم ينخسه الشيطان منذ كان في بطن أمه، فطهره الله تطهيرا. الأصحاح الرابع. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولما تمت جاع أخيرا. وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا: مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال، وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع، وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل، وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك، لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل: لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين.